اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار او اكل بيتي على قد الايد. النهارده عملنا صينيه الكيكه الجميله القمر ديت. طبعا احنا عملناها بالفراوله. ممكن تعملها بالموز، باي نوع فواكه، بالتفاح، اي نوع فواكه عندك، بس انا حبيت ان انا اعملها بالفراوله لان احنا بقى في ايام الفراوله، والفراوله كتير ما شاء الله، بس انا ما حبيتش ان انا اكتر فيها، حبيت ان انا احطها على الحروف كده. الطريقه دي جميله جدا وعليها جيلي، وبدات ان انا اقطعها كده معاكم يا حبايبي. كان طعمها جميل يجنن جدا. تغيير بقى حاجة حلوة ما شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم زي ما قلت لكم كده يا حبايبي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. ويلا بينا نشوف صينية الكيكة بالجيلي دي والفراولة اتعملت ازاي. اول حاجه كده يا حبايبي، جبنا كده 4 بيضات. ده بيض بلدي من عندي من البيت. بدات ان انا احط عليهم نص معلقه فانيليا، لان الفانيليا دي مركزه جدا، وكوبايه سكر. ما حطيتش سكر كتير، كوبايه الا ربع سكر او كاس الا ربع سكر. وبدات ان انا اضربهم كده بالمضرب لحد ما يبقى ادينا القوام ده، ويكون بعد ما كان اصفر بقى ايه، بعد ما كان اصفر بقى ابيض كده وهاشش. بدات ان انا احط نص كوبايه زيت وكوبايه حليب او كوبايه زبادي او كوبايه لبن رايب، او لو عندك معلقه قشطه هتحط عليها كوبايه ميه دافيه، هتمشي الحال وهتبقى كيكه جميله ما شاء الله. ان انا احط بقى كوبايتين الدقيق كده انخلهم. سبت شويه كده، قلت لو احتجتهم هحطهم، ما احتجتش هستوب. معانا كده 3 معالق هرميين نشا. مهم جدا عشان الكيكه تبعك تكون هشه وجميله كده. وتكون عاليه كده معاك وقطعه حلوه، النشا حلو فيها قوي. بدأت ان انا احط باكو كده، باكيت كده، كيك شيف. وانا خالته فلازم تنخليه، سواء بودر سواء كيك شيف. اللي عندك لازم تنخليه الاول. بدأت ان انا اقلبهم كده على اتجاه واحد. مهم جدا تقلبي الحاجه الكيكه على اتجاه واحد، ما ينفعش ان انا اقلب على اتجاهين، لا، لازم نطلع الهواء. فطبعا لقيتها محتاجه شويه دقيق اللي فاضلين، حطيتهم كده ونخلتهم. ونجاح الكيكه كمان انك تنخلي الدقيق ده مره واتنين وتلاته. فطبعا كنت نخلاه قبله. جبت الصينيه بقى كده تبع التيفال، وبدات ان انا اجيب صينيه المونيا تانية طبعا عشان الصينيه دي خفيفه جدا. حطيتها كده في صينيه المونيا، ودهنتها زيت وحطيت كده عليها شويه دقيق، وغلفتها كده بدقيق. وبدات ان انا اصب الكيكه تبعي. كنت مشغله الفرن طبعا وانا ببدا الكيكه تبعي، مشغله الفرن طبعا. وبدات ان انا اهز كده الصينيه وهبتها كده هبدتين. وبعد كده هندخلها الفرن. خدت في الفرن كده نص ساعة أو أقل من نص ساعة، تكون في الرف الوسطاني ناخد بالنا. وبدأت إن أنا أخرمها كده بالشوكة. وجبت كده نص كوباية حليب، أنا محطتش الحليب كله، نص كوباية حليب. وبدأت إن أنا أزقيها بيهم. وجبت بقى الفراولة مغسولة كويس مشطوفة كويس ومفيهاش أي حاجة. وبعد كده جبت الفراولة قسمتها على 2، على نصين، فراولاية على نصين. وبدأت إن أنا أخد الفراولة كده أرصها في الحروف. طريقة جميلة جدا يا جماعة، جربوها يا حبايبي كده. بسم الله ما شاء الله بصراحة، والطعم كان حكاية. مش حابين تحطوا حليب ما تحطوش حليب. ممكن على طول تعملوا الجيلي باكوين جيلي عادي، والكيكة هتشرب من الجيلي والباقي هيفضل فوقها عادي، مفيش أي مشكلة. بدأت إن أنا أرص الفراولة داير ما يدور في الصينية كلها، في الصينية، في حروف الصينية كلها بالطريقة ديت. الجيلي طبعا أنا عملت كوبايتين باكوين جيلي، عملتهم كده، حطيت عليهم كوبايتين ميه مغليين، وسبتهم 5 دقايق على النار. وبعد كده قطعت لهم كوبايتين ميه بارده وحطيتهم في التلاجة لحد ما جمدوا كده معانا. قبل ما يجمدوا بشويه كده بدات ان انا احركهم كده، افككهم من بعضهم، عشان طبعا ان انا احطها على الكيكه ما تشربش معايا جيلي كتير، تاخد جيلي بسيط كده، حاجات بسيطه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. وبدات ان انا اوزعه كده جيلي على حروف على وش الفراوله، عشان الفراوله تبقى معانا بتلمع كده وجميله، والجيلي يكون ثابت فوقها. وبقيت الجيلي بقى هاخده بقى كده هصبه كده عليها في الوسط. طبعا الصينيه ديت واخده باكوين جيلي، لو انت عامله بقى صينيه اكبر من كده هتعملي 3 بواكي، مفيش مشكله. او 3 باكيت. ونبدا بقى ندخلها في التلاجة. وبعد ما طلعناها بقى بالتلاجة، حطها في التلاجة حوالي ساعتين او 3. هو في المعتدل خالص بتكون 4 ساعات. بعد كده طلعناها من التلاجة، طلعت بالمنظر ده معانا. بسم الله ما شاء الله.
حابه تفك الصينيه عادي مفيش مشكله وتسيبها في الصينيه، حابه تقطعها وهي في الصينيه عادي مفيش اي مشكله. كده قدامكم كده الجمال ده والطعامه دي، بسم الله ما شاء الله، طعمها جميل جدا ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. جربوها بنفس طريقتي هتعجبكم جدا. سكرها كان مظبوط. فانا طبعا ما تتقطع بتقطع بسهوله عادي خالص مفيش اي مشكله، مش لازم تقطعي بالسكينه على طول، لا بالراحه. لان الجيلي ما يعملش منك في السكينه، يطلع آه، تقطيعه كده بتكون مستويه ومتساويه، سواء كيكه سواء جيلي. قدرت ان انا اطلع قطعه كده اوريها لكم قدامكم. بسم الله ما شاء الله، بصراحه كان طعمها جميل ويجنن. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. وادي منظرها كده يا حبايبي، بجد كانت روعه واكثر من روعه ما شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. واي حد عايز اي حاجه يتفضل كده يطلبها في الكومنتات وانا هعملها له. ودولت شويه حلويات بقى وشويه حاجات من اللي انا عاملاها، سواء كحك وبسكوت، غريبه، كل انواع الحلويات. طبعا اي حد عايز اي حاجه من ديت هيلاقيها على القناه، طبعا اكل بيتي على قد الايد. وزي ما قدامكم كده كل الحاجات اللي انا بعملها عندكم على القناه يا حبايبي، اي حاجه عايزينها هتلاقوها. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي تعجبكم. وهقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال عم يدور ببالي من فترة، ميكو بدي اياك تجاوبيني عليه. انت ليش قلتي لي صغير؟